بكاء وانهيار عيلة حوارات بسبب اللي حصل لنيرة. احنا عملنا الفيديو اللي فات يا جماعة وقلنا يعني بنطمنكم على حالة نيرة وايه الاحداث، ولكن جد في الامور جديد والتحاليل وضحت يعني حاجة مهمة جدا 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 لابد ان احنا نعرفها لحضراتكم للي حابب، وكمان يعني نقول ان دي تكون درس لكل اولادنا، درس لكل اولادنا سواء بنات سواء اولاد. تابعونا في الفيديو ده، ولكن قبل ما ادخل في تفاصيل الفيديو انا محتاج من حضراتكم طلب بسيط جدا جدا. متع وعطل لسانك الاول بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لايكك واشتراكك المحترم اللي يعني بيكبر من القناه وبعدينا وبيخلي القناه تروح في حته حلوه تليق بحضراتكم. تمام كده؟ يلا بقى ايه، نخش على تفاصيل الفيديو. بصوا يا جماعه، حضراتكم يعني مهتمين بالاطمئنان على نيرة ما بتظهرش ليه، هو في ايه؟ الناس حابة تعرف تتأكد، هي بنت طبعا من بناتنا، والناس حابة يعني ايه تطمن عليها. ولكن التفاصيل كتيرة جدا، ناس تقول يعني لا ده هي شوية أو وعكة صحية كده وراحت لحالها، وناس قالت وأجزمت إن لا ده طلع طبعا عندها فيروس ايه، والفيروس ايه ده يعني مشكلته مشكلة كبيرة. أنا ربنا يا رب يشفيها ويعافيها إن كان ده الفيروس اللي عندها وسببه ايه. ده اللي هنتكلم فيه. ولكن زمان من يمكن من 5 سنين او اكتر بتاع 7 سنين كان جالي عند بناتي وفاء واسيل الفيروس ده، فيروس ايه. وكان يعني الصراحة شكلهم يصعب على اي حد وبيأثر عليهم وبيأثر على كل حاجة. وطبعا ده فيروس بيأثر على وظائف الكبد، وربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب. ولكن بيحتاج العناية الصحيحة في الشفاء العاجل منه. دايما الأكل، اللبس، النظافة، الأكل ما يكونش يعني مش أي أكل وخلاص، دايما أكل يكون فيه سكريات زي الحلاوة والمربى والأماكن الحاجات اللي زي دي. فربنا يا رب يشفي أولادنا جميعا. وتحذيري من المنقولات اللي احنا بنجيبها من بره للاولاد زي الاندومي، ده اكبر ضرر، وده اللي بيأثر على الاولاد والبنات، وده اللي بيعمل مشاكل. وانا بحذر بناتي الاول وكل بناتنا اللي بيتفرجوا علينا بلاش، لان يا جماعه الفيروس ده واحنا من خلال قرايتي من خلال المنقولات اللي بنجيبها من بره سواء الاندومي، المحلات اللي هي بنشتري منها البرجر او الكريب او الاماكن دي، ربنا يوسع على الناس كلها. ولكن في الاكل انت ممكن تعمل بديل الكلام ده كله عندك في البيت، لان حافظوا على اولادكم. الاولاد لابد ان هي تعرف ان الحاجات اللي زي ديت على قد ما هم بيستطعموا بيها من اكل الشارع او حاجات من بره، وعلى قد ما ان هي ممكن تاذيهم وتاثر على صحتهم وتاثر عليهم فيما بعد. يعني هم الاولاد مش حاسين بحاجه، هم فرحانين بالطعم والحاجه زي كده ولكن فيما بعد الامور بتاثر عليهم تاثير سلبي. وربنا يا رب يبارك في اولادنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. دلوقتي بقى يا جماعه الناس بتقول او بعض الاقاويل ان هي عندها فيروس ايه وده اللي مأثر عليها، وممكن يكون ده الواضح وده الارجح على فكره ليها. ولكن ان شاء الله باذن الله علاجه موجود، وعلاجه كمان يعني اكتر من هو طبي وادويه وكلام زي كده، ان هو يتعالج بشكل بيتي، ان هو نظافه الملابس، الاكل يكون بحاجه صحيه، مفيش اي فيها حاجات بقى في مواد حافظه في التوقيت ده. هي الموضوع ده بياخد شهر على ما الجسم يتحسن ويعيد قوته من جديد، لان طبعا سبحان الله العلي العظيم ان الكبد ده بيقوم بدور كبير جدا في جسم الانسان. فبالتالي الامور بتبدا تتحسن يعني واحده واحده، وان شاء الله يا رب الامور تكون بالنسبه لها على ما يرام.
فان شاء الله الامور تبقى احسن، وربنا يشفعها فيها ويبارك فيها ويبارك في طبعا اخواتها، وربنا يخلي لهم ابوهم وخلانهم وكل الناس او كل العيله المحيطين بيهم. على قد ما احنا لنا اختلاف في حاجات، ولكن في الامور اللي زي ديت احنا بنحسبهم يعني دول زي اولادنا، دول حاجه بنحاول يعني نقول نواسي بيها في تعبهم، وملناش علاقه ان حد يواسينا احنا في تعبنا، ولكن ان احنا بنعمل، كل واحد بيعمل باصله على فكره. تمام؟ طيب، ولكن احنا بنقول اللي يعني الناس تاخد بالها. الناس تاخد، طب هي جت منين؟ طبعا انتوا عارفين التحديات والاندومي والقصص والحكايات والروايات، ده كله بيأثر بشكل سلبي على اطفالنا. ربنا يا رب يشفيها. وده حبيت نقوله من الناس اللي عايزه تتاكد من الموضوع، وكمان اهي برضو بالمره هي نصيحه حبينا برضو نعرضها مع حضراتكم. بحبكم في الله، اشوفكم يلا على خير في فيديوهات قادمه. انتظرونا، عايزين نكبر القناه وتروح في حته حلوه جدا. منتظرونا طبعا على المستوى الخاص بنا في قناتنا، طبعا قناتنا العائليه، ان احنا هنشتغل عليها بشكل ان شاء الله مستمر في الفتره اللي جايه. دعواتكم لنا بقى ايه، بفك الكرب كده والامور تهدى والارباح ترجع والدنيا تتظبط معانا ان شاء الله. نوعدكم في سلسله حلقات هتعجبكم جدا، في نقله ان شاء الله تبقى يا رب هي تكون نقله الخير يا رب في حياتنا ان شاء الله، ويبقى يعني تكون هي وش الخير والسعد لينا وكمان ليكم، لان احنا انتوا بتشاركونا، وانا بعتبر حضراتكم جزء كبير في حياتنا، ولكم دور كبير جدا في حياتنا. حبيبنا المحترمين، يلا نشوفكم على خير ومع الف الف مليون سلامه. شفاكي الله وعافاكي يا نيره، وان شاء الله الامور هتتحسن، هتبقى زي الفل باذن الله. يلا، سلام عليكم.